السلام عليكم، مرحبا بكم في الحلقه الثامنه من مسلسل انا وانتي. عفاكم اخوتي الاعزاء والله يرحم لكم. مريم غادي تجبد عداوه كبيره مع صوفيا، حيت بصح ملي جرات عليها وملي نوفل اعلن رسميا انه غادي يتزوج هو وصوفيا. صافي مريم ولات كتحاول دير اي حاجه باش تواجه مع صوفيا وتحفر ليها وتريب ليها كاع داكشي اللي كتمنى. اهم حاجه دارتها هي كتحاول تقلب ليها على شي حاجه عندها غلط في حياتها، وعلى الباركور ديالها كيفاش داير وداكشي. يعني القصه ديال انهم راهما توام، وباللي راه مبادله صوفيا مع سونيا وبزاف ديال الحويجات اخرين، غادا تعرفهم مريم. ومريم ما غاديش تمشي تقول لهم نوفل هو الاول، غادا تبغي تفضحها قدام نوفل باش نوفل يتصدم وما يعرف ما يختار واش يمشي من هنا ولا ماشي من هنا، حيت نوفل ولا كيبان المريم باللي كيدير داكشي اللي بغا وما كيتسوقش ليها وعافط عليها ديال بصح، واخا كيقول لها لا وراه انا راه داير نتزوج بها باش ناخذ آه اسهم من الشركه وهادشي كامل. هي هادشي مبقاتش بغاتو، ولات باغا تضرب اي ضربه ديال الفلوس من ديك الشركه وتتزوج هي ونوفل ويعيشوا حياتهم بيناتهم. ولكن نوفل ما باغيش هادشي، نوفل بصح عينو في الفلوس، نوفل بصح طمع في صوفيا. وبالضبط في هذه الفتره هذه اللي كيشوف انها صوفيا ماشي هي صوفيا اللي كيعرف، يعني باقا متاثره بالصدمه ديال الكسيده، باللي راها باقا مرونه مع ديك الصدمه اللي دارت مع الكار وداك الشيء كامل. حيت لاحظها في بزاف د الحوايج كانوا في الطبيعه ديالها نساتهم معاه. ولكن هادشي راه ما كاينش، حيت هو ما كيعرفش باللي راه صوفيا تبدلات مع سونيا، وباللي راه سونيا هذه اللي جايه بنت الشعب وبزاف ديال اللعيبات اخرين. داكشي علاش راه صوفيا دارت هذا الاجراء وجرات على مريم. كون كانت صوفيا الحقيقيه ما كانتش غتجري عليها، حيت غتفرق ما بين البروفيسيونيل والبيرسونيل. فمازال غادي نكتشفوا بزاف ديال الحاجات غادي يطراو، ومريم غادي تشوه صوفيا ديال بصح. ولكن قبل غادي تكون تبادلات صوفيا وسونيا، حيت مازال غادي تشوفوهم غادي تمشي صوفيا الحقيقيه غادي تقلب على ديك الشركه اللي كتبيع دوك الروايح. حيت صافي بدات كترجع لها الذاكره شويه بشويه، تاقت في راسها، جلست مع راساتها ونضت تبغى تواجه مع داكشي اللي جاي قدامها، واخا هي ما عقلاش على الذاكره مزيان. وفي الاخير غادي نشوف انها سونيا غادي تمشي وغادي تلاقى حتى هي مع صوفيا، حيت غادي تشوفها من البعيد. حيت شنو دارت صوفيا الحقيقيه؟ مشات حتى هي بالزيف ونضادر. الاخرى شافتها من البعيد عرفاتها، واخا كلشي ما عرفهاش ولكن هي عرفاتها، حيت باش كانوا كيستخفاو كيدخلوا للحومه الشعبيه كانت هكا كدير، وعاودت دارت نفس الميثود. فمن بعد ما غادي نتلاقاو بجوج وغيتواجهوا، وغادي تعاود سونيا الحقيقيه غادي تعاود لصوفيا كلشي، وغادي تعاود ليها كلشي شنو طاري، وغادي تحاول تحلها عينيها على شنو طاري عندها في الفيلا، وتا الاخرى غادي تحاول تحلها عينيها على شنو طاري في السيكتور عندهم. ولكن هادشي ما غاديش يجي بالسهل. بصح صوفيا الحقيقيه غادا تكعى وغادا تقلق وغادا تعصب ديال بصح هاد المره، حيت ما توقعتهاش منها انها تخدلها وتخلى عليها في الكسيده. ولكن سونيا قلبها حنين، وتا صوفيا قلبها حنين. داكشي علاش غادا في الاول غادا تقلق صوفيا الحقيقيه وغادا تمشي في حالتها ترجع لعند حليمه وسعيد. ولكن مع الوقت غادي نتلاقاو وغادي يتسامحوا، وهنا فين غادي تقول لها صوفيا غادي تقول لها الخطه اللي باغيه هي انهم يتبادلوا، وتمشي تفاري حساباتها مع نوفل ومع مريم، وهي اللي تعرف تجيري البلان مزيان. ومازال غادي نشوفوا وغادي تقول لي على على نوفل باللي راه باغي ياخذ لي زاكسي من الشركه. يعني حاولي ما ديري حتى شي حاجه معاه ولا حتى شي اجراء، حيت راه غادي ياخذ لكم بزاف ديال الحصص من الشركه. فهنايا نبهتها. وهنايا كنشوفوا ان حتى الاخرى نبهتها بعماد بانه راه يقدر يأذيها، يقدر يدير بزاف د الحوايج، ولكن هي راه معاها. حيت عرفات دوك الضغوطات اللي كانت كتعيشهم، وعرفات شكون اللي كان كيزرق لها عينيها قبل ما يسافروا، وبزاف ديال الحويجات اخرين اللي ما كانش عارفاهم قبل. انه عماد من بعد ما تعاملت معها سونيا بواحد ردة الفعل اللي عمرها دارتها، اللي هي تكاتو الارض وخدات منه الكارت كيشي ديالها، واخا خدا منها الفلوس وداكشي، ولكن كيفاش تعاملت معاه وقدام صحابه. فتما كيف تنشوف انه عماد بغى يرد دقته لسونيا، وهي راها صوفيا. فسونيا بعد ما تعاملات معاه هكاك ولات عنيفه معاه، ولات كتعامل معاه قاصح وصعيب. حيت ولات كتقول ليه بلي انا ما عاقلاش على حتى شي حاجه كتجمع بيناتنا، ومن الاحسن ليك بعد مني، يا كنتي بغيتي الفلوس وعطيتهم ليك وتا الكارت كيشي ساقتي من الفلوس، شنو بغيتي مني مازال؟ بركه خليها حتى لحد هنا ولا غادي نعيط للبوليس. هنا غيقول لها تعيطي للبوليس وعيطي لهم الا قديتي، لان هي بدات كتحدى وقالت ليه غنعيط لهم ونتهنى منك وهذا. هنا وجبد واحد الفيديو فيه سونيا اللي هي سونيا الحقيقيه. سونيا كانت قتلات واحد خاينه وبتكي في الارض وبدماياته وهي حداه. فهنا غادي نشوفوا ويدي عامرين بالدم. وهنا كنشوفوا بانه
صوفيا ملي شافت داكشي تصدمات، حيت ماشي هي هذيك، راه اختها هي اللي دارت ديك الجريمه، ولكن هي ما عندها حتى علاقه بهذا الشيء، ما تفكرت حتى شي حاجه حتى في الماضي. فهنا كنشوف انها تخلعات، حيت خافت لا تكون طرات بصح شي حاجه وهي فاقده الذاكره، ولا بقات عارفه ما دير. مشات عند صاحبتها، صاحبتها كما كنعرفوا انها واقفه معاها في هذه الازمه هذه اللي هي حليمه، وقالت لها باللي راه جا لعندي عماد وتعامل معايا بطريقه وحشيه هاد المره، وجبد لي واحد الفيديو واش انا فيت ليا قتلت شي حد، عافاكم راني مخلوعه يشدوني البوليس. هذا سعيد جا عندها قال لها مالك، عاودت ليه حتى هو قال لها يدوك البوليس، عارفه بعدا كون كنتي دايره شي جريمه شنو كان غيوقع لك، والوراق ديالك كانوا في السبيطار. يعني كون كانوا البوليس كيقلبوا عليك غادي تلقى راسك روشيرشي في كاع السبيطارات في اي بلاصه، دونك ما عندك حتى شي حاجه، ما عندك دخلتي السبيطار ما كاين والو. فانا غنشوفوا انه عماد ملي غادي يشوف آه آه سونيا تيقات تهضر سعيد ومشات معاه في الخطبه اللي راها ما دايره والو، ما حدا مشات للسبيطار وخرجت منه ما طرات حتى شي حاجه، دونك راه ما كاين لا جريمه لا والو، البوليس ما كيقربوا عليه حتى حاجه. هنا انت تتعامل معاه دابا صعيب، ولا كيهددها تيقول لها هذا الفيديو هذا انا دابا مابقيتش بغيت نقول لك راه غنتزوجوا ما نتزوجوا، ولكن راه بصح غادي نصيفطوا للبوليس باش نتهنى منك، الا كنت غنضيع فيك انا وغادي تولي واخده حريتك بوحديتك، اللهم نضيعوا فيك كاملين تمشي تدخلي للحبس ونتهنى منك. هنايا بداو مني منك جا عاوتاني سعيد دابز هو وعماد، وكبرات القضيه مزيان، ولات عارفه حتى ديك صاحبتها حياة اللي كانت حاطه العين على سعيد، واللي باقا حاطه العين على سعيد، ملي غادي تعرف داكشي من عند عماد، غادي يتحدوا بجوج باش انهم يطيحوا سعيد و سونيا. يعني سونيا غتمشي مع عماد، وسعيد بغا يمشي مع حياة غادي تحاول دير ما امكن باش انه سعيد ما يتأذاش، ولكن سونيا غتقدر تضحي بها، حيت الفيديو في الاول غادي يكون غير بيناتهم، ولكن ملي غادي تشوف انه سعيد واخا دوات معاه وقالت لي راه يا تحمد الله وسونيا تبقى قريبه منك ولكن ما تكونش داخله للحبس وتزوج بيا، ولا نصيفط الفيديو للبوليس وغتولي لا سونيا معاها لا انت معايا لا حتى شي حاجه، وغادي يشوفوا بانه سعيد غيغوت عليها ويقول لي اش كتقولي اش كديري بعدي بدي من نهار عرفتك وانا في المشاكل، سيري عندك السيد اللي كنتي خليتيني ومشيتي لعندو، ولا صافي غير خدا منك داكشي اللي بغا ولاحك، انا راه ماشي شغلي، بعدي مني وديري اللي بغيتي، غير هو تقربي لسوني غادي تشوفي مني وجه واحد اخر. هذا سعيد اللي دوا معاه بهذه الطريقه هذه. حياة بصح ما رضاتش بهذا الكلام اللي قال ليها وجرحها وداكشي، وبغات تصيفط الفيديو للبوليس، ولكن كنشوفوا انه واخا كاع حاولت تصيفطو وبنمره مجهوله وداكشي، فغادي يطلع داكشي كامل مفبرك، داكشي ما منوش. فمازال غادي يطروا بزاف ديال الاحداث اللي هما شيقين، وبدات كتدخل لكم ديك اللعيبه ديال اشنو غادي يطرا في الحلقه 10، شنو غادي يطرا في الحلقه 11 12. بصح الاحداث جد جد مثيره، واخا الحلقه فيها ساعه ما كنحسوش بها. وبهذا كنبغي نقول لكم نتقاشعوا في الحلقه الجايه ان شاء الله. كان هذا هو النهايه ديال الفيديو ديالنا، ومع السلامه.